عليكم، مساء النور، مرحبا بالجميع في هذا الفيديو الجديد ديال اليوم. اذا هذا الفيديو غيكون في قراءة لواحد الاعلان عن الاكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس. اذا هذا هو الاعلان الثاني اللي كتعلن عليه هذه الاكاديمية، وهذا هذا الاعلان بطبيعة الحال فهو لا يهم فقط هذه الاكاديمية وانما يهم باقي الاكاديميات، وكذلك المترشحين لأطر الدعم، يعني جميع المترشحين اللي معنيين بالأمر فيما يتعلق بالتسجيل في الموقع فيهمهم هذا الإعلان. إذن هذا الإعلان فهو في إطار استكمال عملية إيداع ملف الترشيح. راه هناك مجموعة ديال الأخطاء اللي كيوقعوا فيها المترشحين للأسف الشديد، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى إقصائهم للأسف. لذلك ردوا البال لهذه الأمور، ردوا البال جيدا أثناء التسجيل، فالتسجيل راه سهل جدا، وكاين مجموعة ديال الفيديوهات اللي كتشرح طريقة التسجيل. إذا باش ما نطول عليكم نقراو هذا الإعلان ونشوفوا اشنو جا فيه بالضبط. اللي باقي ما تسجل أو اللي باقي مازال ما دارش إيداع ملف الترشيح يسرع في ذلك. إذا إعلان رقم 2 كما قلنا، الإعلان رقم الأول راه خرجته هذه الأكاديمية نهار 14/11، يعني 4 أيام دابا باش داروا نفس الإعلان. في شأن استكمال عملية إيداع ملف الترشيح لمباراة توظيف الأطر النظامية الأكاديمية. إذا شنو كيقول هذا الإعلان؟ تنهي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس إلى علم المترشحات والمترشحين. بالنسبة لهذا الإعلان كما قلنا فهو ديال فاس مكناس، وهو يهم كذلك جميع الجهات والأكاديميات. أطر التدريس كما قلنا الدعم الإداري التربوي والاجتماعي دورة نوفمبر 2022 أنه ورغم صدور إعلان الأكاديمية بتاريخ 14 نوفمبر، يعني واخا راه خرج واحد الإعلان الأول وقالوا فيه هذا الشيء، ولكن لا زال هناك استمرار في هذه الأخطاء. تبين أن عددا من الطلبات لا تتضمن جميع الوثائق اللازمة، يعني بزاف ديال الطلبات، يعني هاد الناس ديال الأكاديمية ولا ديال المديرية فاش نتوما كتساليو التسجيل في الموقع وكديروا المصادقة، من بعد هما متى يعني يتأكدوا من هذوك المعلومات ديالكم كيديروا مصادقة، يعني كيديروا المصادقه. اذا هنا فاش جاو يديروا المصادقه لقاو ان بزاف ديال الطلبات ما كاملينش فيهم الوثائق، يعني بزاف ديال الاخوان كيتسرعوا في التسجيل وكينساو الوثائق. راه الا نسيتو غير وثيقه وحده من هذوك الوثائق اللي كاينين واللي ذكرناهم واللي عرفناهم، راه هذا سوف يؤدي الى الاقصاء. دونك ردوا البال مزيان هاد الامور. اللي باقي مازال ما دارش ايداع ملف التسجيل يتاكد من هذوك الوثائق جيدا، من بعد ما يدير لهم سكانير يرتبهم ويسمي هذوك لي فيشي، يسميهم، حيت فاش غايدير التحميل يدخلهم كل واحد بالاسم ديالو على حسب الترتيب اللي كاين في الموقع. عاد من بعد يدير الايداع ديال ملف الترشيح بشكل نهائي، وهذه هي الطريقه الصحيحه. لذا يتعين على المعنيات والمعنيين الذين لم يحملوا جميع أو بعض الوثائق أن يسارعوا إلى تحميلها واستكمال عملية التسجيل. يعني كاين اللي كيدخل بعض الوثائق وكيخليها، وكاين كذلك اللي كينسى بعض الآخر. إذا بالنسبة اللي مدخل بعض الوثائق ومازال ما كملها اسرع في ذلك، حاول، يعني ما كاينش ما تسنى، صافي راه باين الامر. غتجمع الوثائق غتسكانيهم غتدخلهم صافي وغدير ايداع ملف الترشيح بالضغط على زر ايداع ملف الترشيح. يعني فاش غتاكد منهم مزيان غدير زر اولا غتضغط على ايداع ملف الترشيح صافي، يعني باش هما من بعد يديروا لك المصادقه وتطلع عندك بان هذا الطلب ديالك راه مصادق عليه من طرف المديريه ومن طرف الاكاديميه. مع ضرورة، إذن هذه راه مهمة جدا، ردوا البال، مع ضرورة الإشارة أنه سيتم إلغاء جميع طلبات الترشيح التي لا توجد في وضعية ملف ترشيح محمل من طرف المترشح. إذن هنا فطبيعة الحال كما قلت لكم فاش يطلع لكم هذا ملف الترشيح محمل من طرف المترشح، يعني أن جميع الوثائق ديالكم راه صحيحة، يعني جميع الوثائق اللي دخلتو راه صحيحه، وغادي تنتظروا فقط تطلع لكم هذيك المصادقه من طرف المديريه ولا من طرف الاكاديميه. الا ما طلعت لكم هذا ملف الترشيح محمل من طرف المترشح خصكم تعاودوا شنو هما الوثائق اللي دخلتو، والا باقي ما درتو التاكيد ديروا التاكيد. واللي عنده شي مشكل كما جا في الاعلان الاول، كاين كاع اللي دخل ودار المصادقه وكمل ما يمكنش ليه يموديفي، غادي يمشي للمديريه. ضروري خصك تمشي للمديريه قبل 22، بقات 4 ايام.
اللي عنده شي اشكال قبل 22 غادي يمشي للمديريه ويسول على مصلحه الموارد البشريه، وهما راه غادي يعاودوا يفتحوا لك السيت ويعاودوا يعطوك واحد المهله ولا واحد المده زمنيه محدده باش تعاود تيليشارجي اولا تعاود تصلح الخطا اللي درت. علما ان وضعيه هاد الوضعيه اللي كتطلع لكم في الموقع طلب مصادقه عليه من طرف المترشح لا تعتبر المرحله النهائيه للتسجيل. يعني واخا طلع لكم هذيك طلب مصادقه عليه من طرف الترشيح فهي ليست بالمرحله النهائيه للتسجيل. يعني خص ضروري طلع لكم ان طلب مصادقه عليه من طرف المديريه ومصادقه عليه من طرف الاكاديميه. دونك ردوا البال جيدا، يعني ما بقاش تسناو، جمعوا الوثائق اللي طالبين دخلوهم كاملين ثم ديروا ايداع ملف الترشيح صافي وسيروا تراجعوا، وكل مره دخلوا الكونت ديالكم وبقاو يعني شوفوا حتى طلع لكم طلب مصادقه عليه من طرف المديريه. لذا تدعو الأكاديمية مجددا جميع المترشحات والمترشحين إلى الاطلاع على وضعيتهم واستكمال عملية التسجيل. دوك هنا فالمديرية أو الأكاديمية تطلب من جميع المترشحين يعني ضروري يطلعوا على الوضعية ديالهم ويكملوا التسجيل بطبيعة الحال. دونك ضروري هذا الشيء راه مهم جدا، وما بغيناش بزاف ديال الإخوان ولا الاخوات يتقصوا لهذا السبب اللي كيتعتبر واحد السبب اللي هو ما يستاهلش كما كنقول. يعني ردوا البال، واللي شاف هذا الفيديو يحاول يخبر يعني الزملاء ديال الاخرين انهم يردوا البال لهذا الامر. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.